ازاي ممكن تعيش وسط ناس سلبيين بدون ما تتأثر بيهم؟ انت ممكن تبقى شخص شغال على نفسك بتمارين وعي ورفع استحقاق، بس للأسف عندك ثقب اسود بياكل طاقتك، وهو ان انت عايش وسط ناس سلبيين. في الفيديو ده هقولك ازاي تعيش معاهم وتفضل نظيف طاقيا ومحمي تماما. لو انت اول ما بتدخل بيتك بتحس ان انت مطفي، رغم ان وانت بره كنت حاسس ان انت كلك طاقة وحيوية، وان قعدتك في البيت بيبقى كلها شد وجذب وكلام يحبطك من اقرب الناس ليك، فانت كده العيشة دي وسط ناس سلبيين. وده اصعب اختبار طاقي ممكن انسان يمر بيه، لان البشر عاملين بالظبط زي اجهزة استقبال وارسال، والناس اللي حواليهم لو تردداتهم منخفض، بقى شكوى دايمة، لوم، حسد، تشاؤم، حرفيا بيعملوا لهم شوشرة على تردداتهم الخاصة. وده في الطاقة بنسميه العدوى الطاقية. فلو انت شخص مش محصن نفسك هتمتص السموم دي، وهتلاقي الواقع بتاعك بدأ يشبه واقعهم، وبدل ما تجذب أحلامك انت هتجذب مشاكلهم هما، اللي بعد كده هتبقى جزء من حقلك الطاقي. فلو انت بقى مضطر ان انت تعيش معاهم عشان هما أهلك أو شريك حياتك أو سكن مش قادر تسيبه، تعمل ايه عشان الواقع بتاعك ما يبقاش نسخة من واقعهم؟ أول حاجة لازم تفهمها قانون المسافة الطاقية، المسافة بالوعي. لازم تبطل تبقى إسفنجة، وبدل كده تكون مراية. الإسفنجة بتمتص كل حاجة وتشيلها جواها، المراية بتعكس الطاقة لصاحبها من غير ما تتأثر بيها. طب إزاي أبقى مراية؟ افصل هويتك عن كلامهم. يعني لما حد يقولك كلام سلبي او يحبطك، قول لنفسك فورا وبقوة ان ده لا يمثلني. اول ما بتقول كده انت بتقفل البوابة اللي بتدخل منها الكلمة لقلبك، بتخليها تخبط في درعك النفسي وترجع للشخص اللي قالها. تاني حاجة وخطيرة جدا جدا، بطل تعيش دور المنقذ. اكبر غلطة بيقع فيها الناس الواعية ان هما بيحاولوا يغيروا السلبيين اللي معاهم، فبيدخلوا معاهم بقى في جدال، والجدال ده هو اكبر منجم ذهب للشخص السلبي، لانه من خلاله بيسحب طاقتك انت. يعني كل ما حاولت تقنعه بوعيك هو بيشدك لوعيه هو. سيبه في وعيه، ما تحاولش ان انت تصلحه. الطاقة بتاعتك دي انت اولى بيها تبني بيها الواقع بتاعك. لما تبطل تحاول تغيرهم، الحبل الطاقي اللي هما بيستنزفوك منه هيتقطع. تالت حاجة، اتعلم فن العزلة الواعية جوه المكان السلبي. اعمل ركن لنفسك، ركن طاقي خاص بيك، أوضة بقى، مكتب، ركن في صالة. نضفه دايما وباستمرار بالملح وبالبخور، وشغل فيه قرآن واشحنه، واقعد فيه عشان تشحن طاقتك. لما تقعد مع حد يقولك كلام سلبي، اعمل تمرين الدرع الذهبي. يعني تخيل وانت قاعد وسطيهم ان في فقاعة من النور الذهبي بتحوطك، فلما الكلام السلبي ده بيطلع بيجي يخبط في الفقاعة دي ويتحول لرماد وينزل. عقلك الباطن هنا بيصدق الصورة دي وبيبدأ ينفذ ده كحماية حقيقية لهالتك. بعد كده يجي دور الكتمان الشديد. اياك ان انت تشارك احلامك او خطوات نجاحك مع ناس تردداتهم خوف او حسد، ترددات سلبية، لان نيتهم السلبية دي بتعمل لك فرملة لتجلي اهدافك. اشتغل دايما في صمت وخلي نجاحك هو اللي يتكلم عنك. خليك موجود معاهم بجسمك مش بتردداتك. ما تخليش الواقع بتاعهم هو المعيار. الواقع بتاعك بيتخلق بتركيزك انت. لو ركزت على سلبيتهم هتزيد وهتخنقك، لكن لو ركزت على الواقع بتاعك انت ونورك الداخلي، بمرور الوقت اما هما يتغيروا عشان يواجبوا طاقتك، اما يحصل شيء مفاجئ يبعدهم عنك تماما بدون اي مجهود منك. افتكر دايما ان انت مش ضحية لبيئتك، انت قائد لنفسك وقائد لحياتك. لو فضلت محافظ على ترددك عالي، مفيش اي طاقة سلبية تقدر تخترقك مهما كانت. انت بالظبط زي النور في اوضة ضلمة. الضلمة مستحيل ان هي تطفي النور، بس النور هو اللي يقدر ان هو يبدد الضلمة. خليك انت النور ده، وعيش في الواقع اللي انت بتتمناه وسط اي زحمة. ما تحطش اي حجج ولا اي مبررات لاي شيء. انت بنفسك وبطاقتك وبوعيك تقدر تحقق كل شيء تتمناه. اي حد عنده استفسار يقدر ان هو يبعت لي عبر الرقم الموجود على الشاشة او الرقم الموجود في البايو.